تعالوا كده نفكر مع بعض ايه اللي ممكن يحصل لو الكيان قرر ان هو يستخدم القوة النووية اللي عنده ضد مصر. سؤال صعب وممل ومحدش بيحب يجاوب عليه، وخلونا نتكلم بصراحة وعلى الترابيزة. القاعدة بتقول ان اللي معاه نووي بيقش، لكن ده المعروف مش الحقيقي واللي على ارض الواقع، لأن لكل قاعدة شواذ. اللي مش متعارف عليه إن مصر بتمتلك خيارات أو طرق أو أساليب تحيد بيها السلاح النووي الخاص بدولة الكيان، واللي بيه تقدر إنها تخليه ما يستخدموش، ولو استخدمه هيبقى ضده. فالكيان بيمتلك مجموعة من الصواريخ الباليستية، وبيعتبر من أهمها مجموعة صواريخ أريحة. أريحة واحد مداه بيوصل من 500 ل 700 كيلو، وأريحة 3 اللي مداه بيبتدي من 4800 كيلو يصل ل 6500 كيلو متر. ده غير بعض الصواريخ التانية اللي بيتراوح مداها من 35 ل 400 كيلو متر، وده اللي بيخليه او بيعتبر كافي جدا لانه يضرب مناطق جوه القاهره. فكرك يا صديقي مصر تكون مجهزه نفسها ازاي في حاله استخدام النووي ضدها؟ اللي معظمنا ما يعرفوش ان مصر بتمتلك مجموعه من الصواريخ الباليستيه اشتغلت عليها وابتدت تطورها من السبعينات وحتى الالفينات، لكن في سريه تامه حوالين الموضوع ده، ومفيش اي ابديت بيتم او بيتصرح بيه. من الممكن ان مصر ما عندهاش نووي، لكن من السهل جدا انك تحول الصاروخ لنووي. بتشيل الرأس المتفجر وبتركب بداله رأس جرثومية. في الوضع ده بتتقلب الحرب إلى حرب بيولوجية، وده الشيء اللي عارفه الكيان كويس جدا وبيخشاه إلى أبعد الحدود. وهنبقى نعمل حلقة خاصة عن الموضوع ده، تابعونا. أشوفكم على خير.